زمان لما كنا بنسمع كلمة جاسوس كانت أول حاجة تيجي في بالنا راجل لابس نظارة سودا ماسك شنطة سرية بيهرب من بلد لبلد بيشوف ويهرب أوراق في نص الليل. بس الحقيقة إن ده كان زمان. دلوقتي ممكن يكون الجاسوس قاعد في جيبك وانت مش واخد بالك، ممكن يكون في جيبك جوه موبايلك، ممكن يكون في مكالماتك، صورك، أسرارك اللي عمرك ما تخيلت إن ممكن حد يشوفها. اللي هنحكيه دلوقتي مش حكاية جاسوس حصلت في فيلم قديم، دي حكاية حقيقية جدا وحصلت اليومين دول. إيران أعدمت جاسوس للموساد، وبعدها على طول إسرائيل ضربت قلب إيران في واحدة من أكبر العمليات العسكرية الأخيرة. تفتكر القصة خلصت هنا؟ لأ، دي فتحت لنا باب مخيف عن عالم الجواسيس، من أول رأفت الهجان لحد الجاسوس اللي في جيبك. النهاردة هفتح لك باب مش هتقدر تقفله تاني، وهقول لك أسرار لو عديتها هتندم، لأنك هتعرف إنك ممكن تكون أنت هدف الجاسوس الجاي. مستعد تسمع اللي عمرك ما كنت تتخيله؟ خليك معايا. من كام يوم إيران أعلنت إنها أعدمت موظف حكومي كان شغال لصالح الموساد الإسرائيلي. التهمة إنه كان بيسرب معلومات حساسة جدا عن منشآت عسكرية ونووية. الراجل ده كان موظف عادي جدا، يدخل مكتبه كل يوم وسط زمايله وياخد مرتبه آخر الشهر، يروح بيته آخر اليوم والدنيا تمام، لكن في السر كان بيشتغل لحساب الموساد. حسب التقارير اللي نشرتها BBC ورويترز والجزيرة، المخابرات الإيرانية اكتشفته بعد ما سرب معلومات استخدمتها إسرائيل في الضربة الأخيرة. الضربة دي كانت واحدة من أكبر الضربات اللي إسرائيل عملتها ضد إيران من سنين، استهدفت منشآت نووية ومراكز قيادة جوه طهران نفسها. يعني تخيل إن معلومة من شخص واحد كانت كافية إنها تخلي صواريخ ودبابات تضرب دولة كاملة. اللي حصل بعد كده إن إيران أعلنت الإعدام كنوع من الردع، وقالت إن في أكتر من عميل تاني اتقبض عليهم. وفي نفس الوقت إسرائيل لسه بتشدد ضرباتها عشان تبعت رسالة يعني ضمنية بتقول إن المخابرات شغالة 24 ساعة ومحدش آمن مهما كان مكانه. طيب دي كانت الجاسوسية الحديثة. تعالوا نرجع ورا كده شوية ونفتكر الجاسوسية زمان أيام الزمن الجميل كانت عاملة إزاي، لأنها كانت لا تقل خطورة أبدا عن اللي بيحصل دلوقتي. بالعكس، ده كان الموضوع أصعب عليهم بكتير وكانوا ممكن يتكشفوا في أي وقت. من زمان جدا والجاسوسية هي سلاح الدول. مصر كان عندها واحدة من أشهر قصص الجاسوسية في العالم العربي وهي رأفت الهجان، أو اسمه الحقيقي رفعت الجمال. شاب مصري عادي جدا لكن بقى أشهر عميل مزدوج في تاريخ المخابرات. إزاي؟ قدر يدخل إسرائيل باسم جاك باتون، عايش هناك كأنه تاجر غني، وقابل أكبر الضباط والسياسيين، كان بينقل معلومات عن تحركات جيشهم وخططهم العسكرية، وقدر يحذر مصر من حرب وأزمات كتير. بس تفتكر رأفت الهجان كان لوحده؟ لا طبعا، كان في شبكة كاملة بتدربه وتحميه وتوجهه. وقتها كان الجاسوس إنسان حقيقي وسط العدو، كان ممكن يتقبض عليه في أي لحظة، أو ممكن غلطة صغيرة جدا تموته. لكن النهاردة الموضوع اختلف. زمان كان أكبر كابوس للمخابرات إن الجاسوس يغلط ويتكشف، أو الورق يتسرب، أو رسالة تقع في إيد العدو. لكن دلوقتي الدنيا اتغيرت، الورق بقى داتا والداتا في جيبك أنت. الجاسوس دلوقتي ما بقاش شخص بس، بقى تطبيق، برنامج، كود صغير. آخر حاجة سمعنا عنها كان برنامج بيجاسوس. ده برنامج إسرائيلي اتشهر إنه بيخترق موبايلات الصحفيين والسياسيين والمعارضين حوالين العالم. الخطير بقى في بيجاسوس إنك مش لازم تغلط وتفتح حتى لينك غريب، يكفي إن حد يستهدفك برقمك بس، وبعدها كاميرتك تشتغل، ميكروفونك يفتح، رسايلك كلها تتنسخ، صورك تتحمل وانت مش دريان. والمصيبة ان البرنامج ده ما بقاش حكومات بس اللي بتستخدمه، ده بقى فيه سوق سري كامل لأدوات التجسس، برامج تقدر تشتريها من الديب ويب عشان تقدر تتجسس على اي حد. الموضوع ما بقاش حرب دول بس، بقى حرب على خصوصيتك الشخصية. وبيجسس مش لوحده، في برامج تانية اقل شهرة وارخص واخطر، وبرامج صينية وإيرانية وكورية شمالية بتتطور كل يوم. والأدهى من ده كله الشركات اللي بتستخدمنا زي فيسبوك وجوجل. في الآخر بيلموا معلوماتنا يدوها المعلنين أو يبيعوها لو جاء أمر قضائي أو ضغوط. يعني الجاسوس دلوقتي مش غريب، الجاسوس احنا اللي بندخله بيتنا بإيدنا. انت اللي بتحط الميكروفون في جيبك، وانت اللي بتصور نفسك وأكلك وعيالك وتحطهم على سيرفر مش عندك. وده كله بيقولك ان التجسس دلوقتي مش قنبلة ولا مسدس ولا شنطة فيها ورق ومعلومات. التجسس دلوقتي لايك وشير وتحميل ابليكيشن، واللي بيبدأ بسهولة صعب جدا توقفه بعد ما يدخل. لما تسمع كلمة جاسوس بعد كده افتكر ان اخطر جاسوس موجود دلوقتي هو التليفون اللي انت ماسكه في ايدك. تخيل كل ده بيحصل وانت فاكر نفسك في امان لمجرد انك معاك موبايل غالي يا ابو تفاحة او منزل لك برنامج حماية. الحقيقة مفيش امان كامل، بس لسه عندك فرصة تقلل الخطر، لان الجاسوس الجديد
جديد مهما كان ذكي دايما محتاج ثغرة منك. طب نعمل ايه؟ هل في طريقة تقدر تحميك بنسبة 100%؟ طبعا لا، بس في شويه حاجات تقلل فرص ان ممكن حد يتجسس عليك، زي انك تحدث تليفونك وانظمته دايما، ما تديش صلاحيات للمايك والكاميرا لاي تطبيق الا اللي انت واثق فيه، خليك فاكر ان مفيش حاجه اسمها سر لو انت شايله على الموبايل، شفر ملفاتك الحساسه او خزنها في اماكن مش متصله بالانترنت. الحمايه مش بس برامج، الحمايه انك تبقى واعي. النهايه اللي اقدر اقولها لك وانا واثقه فيها 100% ان طول ما في دول ومصالح الجاسوسيه هتفضل موجوده، سواء بقى كان رأفت الهجان ولا الجاسوس الايراني ولا برنامج بيجاسس ولا الموبايل اللي في جيبك. كل ما عليك انك تكون اذكى شويه، ما تديش ثقه زياده، ما تحطش اسرارك كلها في مكان واحد، وافتكر دايما اللي تخاف عليه ما تعرضوش. ودلوقتي بقى قولولي، هل شايفين ان الخصوصية لسه ليها مكان في عالم الانترنت ولا خلاص مفيش امل؟ اكتبولي في التعليقات وقولولي لو تحبوا نحكي قصص اكتر عن ملفات الجاسوسية اللي ما بتخلصش. انا ياسمين عبد الحليم وبشكركم انكم كملتوا للنهاية. لو استفدت شارك الحلقة دي، لان اكيد في حد مش واخد باله ان الجاسوس ممكن يبقى في جيبه. اشوفكم الحلقة الجاية وخليكم واعيين.